السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده هنعمل مع بعض غدوة كده سريعة. عندنا فراخ هنا مسلوقة، قطعناها يعني صدور فراخ ووراك قطعناها، وهنعملها طبعا شاورما مع بعض دلوقتي. هنحتاج بصل تقطعيه كده، ونحتاج فلفل احمر، فلفل اخضر، وطماطم. وطبعا دلوقتي هنشوحهم مع بعض. نتبل البصل كده زي ما احنا شايفين، وهننزل دلوقتي بايه بالفلفل برضو، وهنديله تقليبتين كده، بعد كده ننزل واحده واحده. خليكم معايا. نزلنا زي ما احنا شايفين كده بالفلفل، نديله تقليبه. نزلنا كده بالفراخ وبالملح وبالفلفل الاسمر، نديهم تقليبه. اخر حاجه ننزل بقى طبعا الطماطم. نزلنا اهو بالطماطم زي ما احنا شايفين كده، نديها تقليبه وهنسيبها دقيقتين وهنطفي عليها. بحط لها ملح وفلفل اسمر، عندك بهارات شاورما بتحطيها بس كده. طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين احنا خلصنا كده الكريب كده، عملنا كريب زي ما انتم شايفين كده، وهي وفي تاني طبعا بقيه الكميه جوه موجوده. دي طريقتنا النهارده، اتمنى طبعا انكم تجربوها. طبعا الفراخ بتبقى موجوده عندك. كان عندي فراخ، كان عندي صدر والكيل من امبارح، فقطعتهم زي ما شفتهم كده، وحطينا بصل فلفل وطماطم وشوحناهم وعملنا الكريب زي ما انتم شايفين كده. دي ابسط طريقه وطريقه سهله وجميله، اتمنى طبعا انكم تجربوها. ما تنسونيش في اللايكات والتعليقات وتفعيل الجرس عند كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.